بسم الله الرحمن الرحيم. اول فيديو في الانترودكشن بتاعت الزي براش. اول مره نفتح الزي براش ده اول حاجه هنلاقيها البوكس ده كله على بعضه اسمه اللايت بوكس. هنلاقي موجود فيه حاجات كتيره جدا زي البروجكتس، التولز، البراشز، تكتشرز، الالفاز وحاجات تانية كتيره جدا هنستخدمها جوه الزي براش. عشان نخفي البوكس ده قدامي حل من اتنين، يا اما ادوس على اللايت بوكس هنا كده فهيختفي، ولو دوست عليه تاني يظهر، او ادوس على الكوما من الكيبورد بالشكل ده كده هيخفي اللايت بوكس او يظهره بالشكل ده كده. بعد كده عندنا المربع اللي موجود قدامنا دوت ده اسمه الكانفاس، وده المكان اللي هنعمل فيه السكالبت بتاعنا، واي شغل ليه علاقه بالموديلنج او السكالبتنج هيتم في الجزئيه دي من البرنامج. ولو طلعت فوق هتلاقوا فيه عندنا منيوز مترتبه ابجديه، الفا، البرش، والكالر، دوكيمنت، درو، وحاجات تانية كتيره جدا هنيجي في سردها وقت ما نحتاجها. ولكن اللي انا محتاج اعرفه لكم ان اي حاجه انتوا شايفينها موجوده عندنا على اليو اي موجوده يمين او شمال هي خارجه من المنيوز اللي موجوده فوق دي، فاقدر ان انا اعدل عليها، اشيلها، اظهرها، ازود عليها اي حاجه اجيبها من المنيوز دي وابدا ان انا اضيفها عندي في اليو اي اللي موجوده عندي دي. بعد كده عندنا حاجه اسمها الشيلفز. الشيلفز ديت عباره عن زي درج او عباره عن زي ارفف كده موجوده جوه البرنامج. لو جينا بصينا على الشمال خالص هندوس دبل كليك، دوست كده هيطلع لي البراش منيو اللي موجوده هنا دي كده، هتلاقيها موجوده عندي هنا، وحاجات تانية كتير واقدر انا اظهرها او اخفيها ان انا ادوس دبل كليك على المسطره دي بالشكل ده. نفس الكلام هنا برضو على اليمين، لو دوست دبل كليك فهيخفي الشيلف اللي على اليمين، ولو دوست كده هيظهرها. وفي عندي واحده تحت هنا برضو هدوس عليها كده تظهر، وادوس عليها كده تختفي بالشكل ده. طيب فرضا انا دلوقتي البراش منيو ديت انا مش عايزها تكون ظاهره بالشكل ده، فاقدر ان انا اجي عليها من هنا ادوس كليك فهتختفي او هيقفلها هيلمها، ولو دوست عليها كليك كمان مره هيبدا ان هو يظهرها بالشكل ده. لو انا عايز اضيف منيو من المنيوز الموجوده فوق وليكن مثلا الالفا بالشكل ده كده، ادوس عليها كليك، هاجي على علامه الدايره اللي موجوده عندي دي، اول ما بقرب عليها بالماوس هلاقي ان الايرو بتاعي او الماوس نفسه السهم بتاعه اتغير الايكون بتاعه، فهدوس كليك واسحب كده واحطها هنا كده هتنزل عندي بالشكل ده هنا كده، واقدر برضه ان انا ادوس عليها المها خليها تقفل، وادوس عليها خليها تفتح، ونفس الكلام للبرش بالشكل ده. لو انا مش عايز المنيو دي هقدر بكل بساطه اجي هنا كده ادوس كليك هتختفي بالشكل ده. لو عايزين مثلا المنيو بتاعت اللايت هاجي من هنا ادوس كده كليك واسحب عندي هنا او اسحب عندي هنا، وانا بسحب المكان اللي ينفع احط فيه المنيو دي هيتحول البوردر بتاعه للون الابيض بالشكل ده. يعني انا لو جيت هنا هلاقي ان مفيش اي حاجه بتتحول خالص، ولكن لو رحت هنا هلاقي ان البوردر بتاع البوكس ده كله او المستطيل ده كله تحول باللون الابيض. ده معناه ان انا اقدر احط المنيو دي هنا، ولو رحت هنا اقدر احط المنيو هنا برضو بالشكل ده، واقدر اخفيها واظهرها بالشكل بتاعي بالمنظر ده كده. فممكن احنا نقفلها عندنا بالشكل ده. اوكي، ولو انت بالغلط او من باب التجربه حطيت اكتر من منيو عندنا هنا كده مثلا في الشلف اللي موجود عندي ديت، وهتلاقي ان هي بدات ان هي تختفي من الشاشه، فاقدر بكل بساطه جدا اجي هنا كده والاقي ان الماوس عباره عن سهم لفوق وسهم لتحت، ادوس عليه كليك واسحب لفوق او اسحب لتحت، هيعمل بان او ان هو يعمل زي ينزل سكرول داون كده او سكرول اب للشلف ده كله على بعضه بالشكل ده، واقدر انا اخفي او اظهر المنيوز زي ما انا عايز. وفرضا وانا شغال مثلا نيجي نطفي مثلا الشلف دي بالشكل ده كده، شغال مثلا جوه الزي براش وعايز اعرف الايكونز او الاوبشنز اللي موجوده عندي دي تبع انهي شلف بالظبط، بحيث ان انا اقدر ان انا ازود عليها او اشيلها او اعرف مكانها فين جوه المنيوز اللي موجوده عندي فوق. فلو جيت مثلا على الايكون دي دوست الت كليك هيفتح لي هنا المنيو بتاعتها من فوق دي ويحطها لي عندي هنا، هبقى عارف ان الايكون دي موجوده في البريفرنسز. ولو جينا بصينا على الدرو هنلاقيها موجوده عندي هنا هي. لو جينا مثلا بصينا على الكالر دي كده دوست الت كليك هلاقيها موجوده عندي في الكالر منيو، فهقدر ان انا اعرف مكانها فين. والموضوع ده بالتجربه وبالاكسبيرينس جوه الزي براش وانا شغال كتير جدا هبدا ان انا ادرك كل التولز دي وكل المفاتيح دي. انا عارف ان في البدايه الموضوع يخض في زراير كتيره جدا عامله زي الواجهه بتاعه الطياره كده او الداشبورد بتاع الطياره كده، فيها زراير كتير جدا، فانا مش فاهم ايه اللي بيحصل. ولكن واحده واحده واحنا ماشيين هنبدا نشرح والله احنا محتاجين زرار معين نعمل بيه كذا، هنلاقي ان في الاخر اصلا ما بنستخدمش كل الحاجات دي، ولكن بنستخدم حاجات معينه هي اللي بتنفع معانا في الورك فلو بتاعنا ككاركتر ارتستس، وهنلمها كلها وبالتجربه وبالممارسه هنبدا نفهم كل حاجه. في البدايه انا اول ما اتعلمت الزي براش كنت بقعد مثلا من نص ساعه لساعه يوميا افضل احفظ الشورت كاتس، والله الالت والكنترول بيعملوا كذا والبي بتعمل كذا والام بتعمل كذا، كنت بقعد اجرب بالكيبورد كده واقعد ادوس بايدي لحد ما عقلي الباطن يبدا ان هو يخزن كل المعلومات دي. فرضا انا عايز اغير اماكن الباتنز ديت او الزراير ديت من اليو اي بتاعتي، مش عاجبني الشكل بتاعها هنا، ولكن مثلا انا بستخدم ايدي اليمين مثلا فعايز ان الحاجه تبقى موجوده في الجزء اليمين من الشاشه، ولو انا بستخدم ايدي الشمال فعايزها تبقى موجوده في الجزء الشمال، او ايا كان الترتيب اللي انا عايزه مش عاجبني مكانها هنا، فاقدر ان انا اغير كل الكلام ده بكل سهوله. لو جينا من بريفرنسز ورحنا على الكونفيج هنلاقي في عندنا حاجه اسمها الانيبل كاستمايز، لو دوست عليها كليك هيبدا ان انا اقدر ان انا
اغير كل حاجه جوه الزي برش، اقف على اي ايكون او اي حاجه انا عايز اغيرها، هدوس كنترول والت وادوس كليك واسحب كده من مكانها او اديها في اي حته انا عايزها، سواء ان انا عايز احطها هنا، سواء ان انا عايز احطها تحت هنا، ولكن مش هقدر احطها لا يمين في الشلف هنا، ولا لو في الشلف شمال هنا شغال اقدر احطها فيها، ولكن هلاقي ممكن احطها هنا كده مثلا، ممكن احطها هنا، ممكن احطها هنا كده مثلا. طبعا وانا بغير بدوس كنترول الت وبشد كليك وبسحب بتتغير مكانها. ولو عايز احطها تحت هنا بالشكل ده كده. لو انا مش عايزها اصلا خالص ببدا اجي كنترول الت وهسيبها في الكانفاس هنا كده، هلاقيها اختفت عندي تماما. فلو جينا عليها تاني كده جبنا مكانها عشان نرجعها زي ما كان، هندوس كنترول والت ونسحبها عندنا هنا كده. لو سحبناها ووديناها كده هقدر اجيبها من المنيو زي ما انا عملت كده، ولكن خلينا نيجي من بريفرنسز هنا ونروح على الدرو وهاجي على الدي ديت، هدوس كنترول والت كليك واسحب عندي هنا في الكانفاس كده، هلاقي ان انا قدرت ان انا احطها. وليكن مثلا عايز برش معينه مثلا الزي موديلر مثلا، دوس كنترول والت كليك واسحب عندي كده، هلاقيها موجوده عندي هنا. مش عايزها اسحبها عندي كده بالشكل ده. وانس ان انا خلصت كل الترتيبات اللي انا عايزها في اليو اي وخلاص استقريت ان هي دي اليو اي اللي انا عايزها، هروح على بريفرنسز كونفيجريشن او كونفيج، حط فيه الانيبل كاستمايز وهقول له ستور كونفيجريشن، فهيعمل ستور للكونفيجريشن ديت على الجهاز، بحيث لو قفلت الزي برش وشغلته هيرجع يشتغل على نفس اليو اي دي، واقدر ان انا اعمل سيف لليو اي بتاعتي على الديسك عندي، بحيث ان انا لو مثلا غيرت ويندوز البرنامج اتشال اي حاجه من الحاجات دي اقدر ان انا اعمل لود لليو اي دي تاني. طبعا انا اقدر ان انا اخد الايكونز دي واحطها في المنيوز عندي هنا، ولكن بطريقه معينه. ايه هي الطريقه؟ محتاج ان انا اجي من بريفرنسز ونروح على الكاستم يو اي واقول له كريت نيو منيو، وليكن مثلا هنسميها تيست، ادوس انتر، هلاقي ان المنيو دي ظهرت عندي هنا اهي، ادوس عليها كليك وهدوس على دي كده، ادوس على دي كده كليك واسحب عندي المنيو تيست دي هنا بالشكل ده. اقدر دلوقتي بكل بساطه ان انا ادوس كنترول الت واخد دي احطها عندنا في التيست هنا كده اللي موجوده عندي. لو نيجي مثلا نختار مثلا اي حاجه تاني مثلا، وليكن مثلا عايزين الماتيريال دي احطها هنا مثلا كده اهو، عايزين مثلا الباتن ده كنترول الت واسحبه عندي هنا، فكده بقى عندي موجود في التيست منيو دي كل حاجه انا اقدر اضيفها، واقدر ان انا اخفيها واظهرها، واقدر ان انا اشيلها من هنا ونرجع تاني نرجعها تاني موجوده عندي هنا بالشكل ده، اقدر ان انا الاقيها عندي بالمنظر ده كده. وكمان نقدر نغير الالوان بتاعت المنيوز جوه الزي برش. لو رحنا على بريفرنسز ورحنا على الاي كولرز هقدر ان انا اغير اي لون ببساطه، هدوس عليه كليك وابدا ان انا كليك وانا دايس عليه كده اسحب، هلاقي ان السهم بتاع الماوس اتغير لحاجه اسمها البيك. اقدر اروح هنا واقدر ان اغير الالوان بتاعتي زي ما انا عايز من الكالر بيكر الموجود عندي هنا، وليكن مثلا نخليها مثلا حاجه في اللون ده كده بالشكل ده، فاقدر ان انا اغير الالوان بتاعتي، واقدر ان انا طبعا يعني كل حاجه وكل لون من دول اقدر ان انا ايه اتحكم فيه. مثلا لو دوسنا هنا كليك مثلا نشوف ده بيعمل ايه، هلاقي دوت اللي هو الديم بتاع او الابر لايت بتاع المنيو نفسها، فممكن مثلا نخليه مثلا حاجه بالشكل ده كده اوكي. ونقدر نغير مثلا لو جينا بصينا على دوت نيجي نبص كده نلاقي ده بيتغير معايا بالشكل ده. نقدر نقعد نلعب بقى في الالوان بتاعت الزي برش ونظبطها زي ما احنا عايزين، والموضوع ده كاستمايزابل جدا، فاقدر ان انا اتحكم فيه. وهنسيب الحاجات دي كلها لحضراتكم بناء على اختياراتكم ان انتوا تعملوها، ولكن عن نفسي انا ما بحبش اغير في الالوان، بسيبها زي ما هي وبشتغل عليه زي ما هي. وكمان نقدر نغير الانترفيس كولرز من هنا، لو دوست عليه كليك هيغير الكولر ده، كليك يغير، كليك كمان يغير كده كده كمان. نفضل ندوس لحد ما يبدا ايه يدينا فاريشن كتيره جدا. ونقدر نغير برده في الانترفيس لاي اوت، بحيث ان احنا لو عايزين لاي اوت ثانيه بالشكل ده نقدر احنا نغير فيها بالشكل ده. فيعني في اكتر من اوبشن. طيب فرض ان انا عملت كل الحاجات دي واليو اي بتاعتي باظت والزي برش بقى شكله غريب جدا، فانا ارجع ازاي كل الكلام ده تاني؟ بكل بساطه هنيجي من بريفرنسز كونفيجريشن، هقول له ريستور ستاندرد يو اي، كليك هيرجعها لي الستاندرد يو اي بتاعتي زي ما كانت بالظبط في الاول خالص. هنوقف لحد كده في الفيديو ده، على اننا ان شاء الله نكمل بقيه شرح الانترودكشن في الفيديوهات اللي جايه. فلو عجبكم المحتوى ما تنسوش اللايك والشير، ولو عندكم اي اقتراحات سيبوها لي تحت في الكومنتس. اشوفكم في الفيديو اللي جاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.